بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حبايبي زي ما احنا شايفين كده مع بعض هنعمل النهاردة البيتزا. هنعملها بطريقة سهلة جدا، ولا هنعجن ولا هنفرد، وهنشوف مع بعض أحلى بيتزا. يلا بينا نبدأ وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين دقيق، ومعايا كوباية حليب، وكوباية مية دافيين، ومعايا ربع كوباية زيت، ومعايا معلقة صغيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، ونص معلقة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر. المقادير بتاعتنا بسيطة جدا، وهنعمل بيها البيتزا الجميلة اللي شفناها مع بعض. هجيب بولة كده وهنزل بكوباية المية الدافية، وعليها كوباية الحليب الدافية، وهنزل بربع كوباية الزيت، وهنزل كمان بنص معلقة الخميرة ومعلقة السكر، وهنزل بالدقيق بتاعنا. هأجل البيكنج باودر والملح دلوقتي، وهنزل بالدقيق واحدة واحدة كده بالتدريج. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هبدأ كده أقلب الدقيق واحدة واحدة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنزل كده بباقي كمية الدقيق، هنعمل النهاردة البيتزا بالعجينة السايلة. هنزل كمان معاها بنص معلقة البيكنج باودر ونص معلقة الملح، وهبدأ أقلب كويس لما الدقيق بتاعنا يختفي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هقلب كويس كده الدقيق مع المية علشان ما يبقاش فيه كتل. اقلب كويس كده بالمعلقة. هرفع المعلقة وهضرب بالمضرب برضو كويس جدا علشان اخدم العجينة بتاعتي كويس ما يبقاش فيها اي كتل. ما ننساش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بفضل اضرب فيها كويس جدا كده علشان العجينة بتاعتي تتخدم كويس. هرفع بقى المضرب وهغطي العجينة بكيس نايلون كده وهسيبها لحد ما تختمر، ونرجع نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت مع بعض. شايفين كده ما شاء الله العجينة بعد ما اختمرت. هقلب العجينة كده عشان اخرج الهواء منها. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نروح بقى على البوتاجاز ونعمل البيتزا بتاعتنا السهلة الجميلة السريعة. معايا طاسة هنزل فيها بشوية زيت صغيرين، هفردهم كده وهنزل بالعجينة واحدة واحدة. هنزل بمعلقتين او 3 من العجين بتاعنا، وهبدأ افرد العجينة واحدة واحدة في الطاسة بتاعتنا لما تملى الطاسة كده.
انا كده الشغل كله على نار هادية جدا، مهدية النار لأقل درجة عندي. وهبدأ اعمل البيتزا بتاعتنا، مش هيجرالها اي حاجة على النار، هتستوي وهتتحمر والأرضية بتاعتها هتبقى جميلة جدا. هنشوف مع بعض. هنزل بقى بشوية جبنة من الموتزاريلا علشان لما احط الخضار يمسك في البيتزا بتاعتنا. وهنزل على البيتزا بتاعتنا بالصلصة. طبعا كلنا عارفين صلصة البيتزا مش جديدة علينا. وهنزل وانا بدهن كده البيتزا بتاعتي، هدهن بحرص علشان العجينة بتاعتي سايلة ماهيش متماسكة. فهنزل كده هدهن بحرص جامد علشان ما تتقطعش مني وما تلزقش العجينة. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنزل بالطماطم قطع كده، مقطعها قطع صغيرة، وزي ما احنا حابين نقطعها كبيرة صغيرة زي ما احنا عايزين حلقات. وهنزل بفلفل الوان. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا مكونات البيتزا زي ما كل واحد بيحب اي طعم انت عايزاه فبتعمليه في البيتزا بتاعتك. والفلفل الاخضر كده. وهنزل بالزيتون. اي جبنات عندك بقى تحطيها على البيتزا بيبقى طعمها جميل جدا. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احنا هنعمل البيتزاية ديت باللانشون. هنزل كده بقطع اللانشون. انا عملت بالعجينة اللي احنا عملناها مع بعض دي 4 بيتزات. عملت كل واحدة بطعم مختلف، واحدة بالخضار بس، واحدة باللانشون، واحدة بالصدق، واحدة بالبسطرمة. صورت معاكم اللي باللانشون بس، ما لحقتش اصور الباقيين، جالي ضيوف معرفتش اكمل. نزلت بالجبنة الموتزاريلا على الوش. وهغطي بقى الطاسة بتاعتنا وهسيبها على نار هادية زي ما قلت معاكم 5 دقايق كده. وهحرك البيتزاية واحدة واحدة كده من الطاسة. شايفين أرضية البيتزا ما شاء الله لونها جميل جدا، ولا اتحرقت ولا اي حاجة، واستوت العجينة بتاعتنا. هدخلها بقى الفرن، وخلي بالي من ايد الطاسة علشان تاخد لون من على الوش خفيف كده وتطلع معانا بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. شايفين بسم الله ما شاء الله، من غير عجن ولا فرد ولا اي حاجة. وعملنا البيتزا السريعة الجميلة دي. شايفين المنظر ما شاء الله في منتهى الجمال. نشوف كده قعر الفطيرة البيتزا بتاعتنا. شايفين لونها الجميل، والبيتزا بتاعتنا الخطيرة. شايفين ما شاء الله البيتزا طلعت في منتهى الجمال. جربوا، الطريقة سهلة جدا وسريعة ما بتاخدش وقت. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حبايبي في النهاية اللي وصل معانا لحد هنا ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.